ماكم شغله هنا، هاي الحجيه هنا طقت بيضه تقول من الحسد، اساس انا ماخذ لاند كروز من بعد فره طويله بالمعارض. اخر شيء اشتريت هاي السياره. تعالوا وياي خلينا نروح نرتبها سوا. نفتح الباب ونقول بسم الله. هذا الداخل مالتها مثل ما تشوفون. طبعا الحلو بهاي السياره واللي عجبني بيها انه هي بلاديه وما ملعوب بيها، فقط بس الصبغه مالتها جارده. وبعد ما رحت للطالبيه ولقيت غراض هاي السياره، هنا كانت الصدمه. المحلات اللي عندهم غراض هاي السياره كانت اسعارهم مبالغ بيها. وبعد ما شفت اكثر المحلات يغنون بالاسعار، قررت اخذ لي ريوق خفيف سريع. وباثناء الريوق دار حوار بيني وبين شخص ودلاني بمحل يبيع شغلات كلش حلوه ومناسبه. يا باي شيء تردونه من السيارات القديمه والجديده تلقوه هنا يمهم بالمحل. جبت الغراض من محلات الزهراء اللي صاير بالفلكه مال 83. وهاي السياره قدامكم شوفوها اللي اخذتها، ان شاء الله راح نعيدها مجادها. بس شوفوا لي القعده الملكيه شلونها. التبريد ما شغلته على مود الا شد لنا الغراض يلا، لان اكو رجه بالسياره بسبب الاذان مال الماكينه ودكه الجير. ابدلهم ذني وراها شغل التبريد. التبريد مالتها انجماد. واكيد هنا يم العملاق ضياء راح يشد الغراض مال السياره. ضياء شنو رايك بالسياره؟ والله خبلت يومية جايب لي سيارة قديمة وجايني وتعال سوي لي اياها. سرمت حبيبي انصحك بعد لا تجيب لي هاي السيارات القديمة، تصلحها وتكملها وترتبها وبالتالي تبيعها. عمي هذني السيارات بركه. زين انا بدي اسالك بس سؤال جواب. ليش اكثر الفيتريه يلبسون دريسات مال نوادي غريبه، يعني حتى اسمها ما معروفه؟ والله ما النادي بس شو تعرف اسمه شنو؟ ما حتى من عند الطوب وما كان قصه لي. بس شوفوا لي هذا البطل. انت شو اسمك؟ شو اسمك انت؟ محمد. محمد ايش قد عمرك؟ 14 سنة. انت مستقبلك راح يصير فيتر مضبوط فطحل. 16. الله يسمع من حقك. هاي حتى الخبراء حاروا بموديلها. لا قلبها هاي 94. ضياء حبوي عاش ايدك. هسه اللي يريد يجي الضياء اسمه محل الرحمن، صاير باليمين بمدخل الجمهوريه قريب على المستوصف. لك هاي ذني وين تلقاهن؟ شنو سالفتك ويا ذن السيارات؟ عشق. شنو بشر كملتها؟ هي كملتها بس اكو بيها شغله كلش حلوه. وهي هاي السياره اذا تريد تجيب لها قطع غيار تدري منين؟ تجيب لها من دياله، فتسوي لك واصل للسفر تروح لدياله ومن هناك تروح لاربيل للشمال. وذا كنت ارد اروح للبصره وهي وديتني لدياله. اروح لدياله اجيب لها غرام وارجع للبصره. والحلو بيها هذا الدشبول تقدر تشمس بيه خبز، بالشتاء تقدر تيبس بيه خبز تجسمه. مو عبالك بس الخبز. وهذا اللبن الطويني هاي. صاحبنا بالحديقه. عشان حلبتها؟ لا من صاحبنا. واخير شيء اقول لكم مشاهده ممتعه للجميع، وانتظروني بجزء ثاني حتى نصبغ بيه السياره.